أحلى هدفين سجّلهم إبراهيم حسن الظهير الأيمن التاريخي لمصر في شباك نادي الزمالك، واحد من تسديدة عابرة للقارات من قبل نُص الملعب، والتاني كان double kick ولا أروع ولا أجمل، يالّا بينا نشوفهم مع بعض. الهدف الأول في مباراة الأهلي والزمالك بعد ضربة جزاء تصدّى ليها نادر السيد بمنتهى البراعة، وبعد كده الكرة رجعت تاني لإبراهيم حسن اللي هيستقبلها من لمسة واحدة من مرّة واحدة بدبل كيك بطريقة ولا أروع ولا أجمل كده في الشبكة برجله الشمال، بطريقة مميزة، بطريقة جميلة، بطريقة بتنُم إن إحنا قدّام موهبة كبيرة ولعيب عالمي، عالمي، عالمي اسمه إبراهيم حسن، أفضل ظهير أيمن في تاريخ مصر تقريبًا. الهدف التاني ده بقى هو الهدف الأشهر والأجمل والأفجر في تاريخ إبراهيم حسن كُلّه بتسديدة عابرة للقارات، تسديدة من قبل نُص الملعب بتروح في المقص لا تُصَد ولا تُرَد، من أجمل أهداف الدوري المصري، هدف كان في شباك نادي الزمالك من تسديدة إبراهيم حسن اللي تقريبًا كان واخد الكورة من عند مرماه لحد ما عمل ال1 2 تقريبًا مع عبد الجليل دوّة، وبعد كده أخد الكورة وحط وش رجله قنبلة في المرمى لا تُصَد ولا تُرَد، ده هدف من أهداف المدفعجي، أفضل ظهير أيمن في تاريخ مصر إبراهيم حسن. ما تنساش اللايك والشير والمتابعة عشان يوصلك كل جديد، وتقول لي إيه أحلى هدف في الهدفين أحلى من التاني، وبس كده، سلام.